السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو فعلا الزبادي مضر لمرضى السكر؟ بيسبب الإسهال وبيسبب زيادة ارتفاع السكر في الدم، وده ممكن يخليني كمان أعاني من أعراض السكر المختلفة، ولا الكلام ده كله كلام ملوش أي أساس من الصحة ومش موجود على الواقع؟ الحقيقة احنا عندنا حاجتين: عندنا مريض سكر، يعني في خلل في إفراز الأنسولين من البنكرياس، ودخول السكر الموجود في الدم اللي جاي نتيجة هضم الأغذية وامتصاصها للخلية لإجراء عملية الاحتراق للجلوكوز ده، وخروج الطاقة وخروج المية وثاني أكسيد الكربون، والجسم يتخلص من الاثنين. تبدأ الطاقة لو زيادة تتخزن كدهون، أو لو على قدر احتياج الجسم خلاص يتم استهلاكها ويبقى الموضوع تمام. طيب السكر أعراضه كتير؟ أيوة، وهو بداية الأمراض كتيرة جدا، وإن أنا أشتكي من كم كبير من الآلام اللي ممكن تبقى نتيجتها تبدأ من القدم وعدم الإحساس بالقدم والأعصاب اللي في القدم، وكمان نزول الشعر وضعف الإبصار وكوليسترول زيادة وضغط زيادة وسمنة نتيجة تناولنا الأنسولين. حاجات كتير جدا، ويا ترى ممكن نتخلص منه؟ أيوة، بنظم غذائية في المقام الأول، لكن لو تفاقمت الحالة هنحتاج أدوية معانا. لكن دلوقتي الزبادي موقفه إيه؟ الزبادي عبارة عن ألبان متخمرة، ألبان فيها سكر اللاكتوز. سكر ده بيتم تخمره، بيكسروه لحامض لاكتيك، والحامض اللاكتيك ده بيساعد على نقول عليها بقى هضم البروتين اللي موجود في اللبن، الكازين، لبعض المركبات سهلة الاستفادة منها وسهلة الامتصاص. والدهون اللي في اللبن غنية جدا بأربع أحماض دهنية مفيش يعني بديل ليهم الا مع الدهون الطبيعيه. فيتامين A ودال وإي وكي، الاربعه دول مهمين جدا لامتصاص الكالسيوم والابصار ومضادات اكسده. يبقى اللبن مهم جدا. اللي مش بيقدر يشرب لبن بياكل زبادي. طب الزبادي في صورته اللي انا بقول عليها دي مغذي جدا، قيم جدا، لا يمكن الاستغناء عنه. لكن بالاضافه لكل ده في شيء مهم تاني: الجسم الانسان في بعض الميكروبات النافعه اللي بتعمل على امتصاص الاملاح المعدنيه ونقول المغذيات الرئيسيه، لا يتم الامتصاص لها الا عن طريق الميكروبات النافعه دي. الميكروبات النافعه دي اسمها البروبيوتيك. البروبيوتيك دي في شبيه ليها، او نقول عليها انها بعض الميكروبات اللي موجوده في بعض الاغذيه بتدعم وبتعزز تواجد الميكروبات البروبيوتيك دي. طيب موجوده في ايه؟ اهم مركب موجود فيه البروبيوتكس الطبيعيه هي الزبادي، وكمان الحبوب الكامله والفاكهه والخضروات، لكن الزبادي في المقام الاول. يبقى الزبادي لما انا باخده بيساعد على تواجد البروبيوتكس دي اللي بتدخل جوه جسم الانسان وجوه الجهاز الهضمي، فبتعزز الميكروبات النافعه اللي موجوده مع او في الجهاز الهضمي في الامعاء. طيب لو انا اخدت مضاد حيوي؟ ايوه، المضاد الحيوي عاده بيسبب الاسهال كمان، لانه بيقضي على كم كبير من البكتيريا النافعه دي. يبقى انا مهم جدا اخد زبادي مع اثناء تناولي للادويه، او في الوضع العام الزبادي مهم جدا. طب هي البروبيوتيك دي مهمه قوي؟ يعني انا هقول لكم على بعض الخصائص ليها اللي لا يمكن هتنساها ابدا. احنا قلنا ان البكتيريا البروبيوتيك اللي موجوده في الاغذيه، خاصه الحبوب الكامله والزبادي، بتعزز تواجد البكتيريا النافعه، وبتعزز كمان وظائفها. يعني بتخلي امتصاصها للاغذيه او للاملاح المعدنيه والمغذيات الرئيسيه اكتر، وكمان بتحافظ على الحركه الطبيعيه للامعاء. يعني الاكل الموجود في الامعاء بيتحرك بصوره طبيعيه، وصوره ما تحسش بالام كتيره قوي زي الام القولون او الام الانتفاخات والتقلصات اللي ممكن بتعاني منها. طيب ايه اللي بيحصل تاني؟ ان وجودها بيخلي الهضم والامتصاص زي ما قلنا رائع جدا، وكمان بتقلل او بتعزز مقاومه الجسم نقول عليها للبكتيريا اللي بتسبب العدوات المرضيه. الناس اللي عندها آلام أو قد تصاب ببعض الأمراض، الحقيقة وجود البكتيريا دي بتخلي الجسم يقاوم الإصابة بأغلب الأمراض في الجهاز الهضمي. طيب البروبيوتيك دي بتقلل كمان الإصابة بالإسهال، خاصة عند الناس اللي بتاخد مضادات حيوية زي ما احنا قلنا. طيب والإمساك، الحقيقة وجود الميكروبات دي كمان أو البكتيريا النافعة دي بتقلل الإمساك وإحداث غازات في القولون وانتفاخات. والناس اللي بتعاني من القولون العصبي مهم جدا الزبادي ليها،
لانه زي ما قلنا بيريح بصفه عامه الجهاز الهضمي. والحبوب الكامله من افضل الاغذيه او نقول عليها المخبوزات اللي ممكن تبقى مرغوبه، اللي موجود فيها منتج حبه كامله، يعني دقيق بالرده بتاعته. طيب كمان البروبيوتكس دي بتقلل التهابات الامعاء والقولون بنسبه قد تصل ل 50%. تخيل حضرتك بنظم غذائيه تقدر تخلع من الام واعراض كتير مرضيه. طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان الناس اللي بتعمل انزال وزن، لو انت عايز تنزل وزنك صح، وجود الزبادي والحبوب الكامله في اكلك مهم جدا لانقاص وزنك. وكمان بتقلل تواجد المركبات دي، تقلل كميه الدهون اللي موجوده في البطن. ليه؟ لانها وجود الالياف ووجود البروبيوتيك دي بتمنع امتصاص الدهون بكم كبير اللي موجود في الاكل. وكمان بتخلي الدهون اللي موجوده في الاكل دي تطلع مع فضلات الانسان ولا تخزن تحت جلد الانسان. طيب الحقيقه كمان ان وجود البروبيوتيك او الالياف او الاغذيه اللي بنتكلم عليها دي بتساعد على الشبع لفترات طويله. يعني باكل كميه صغيره احس اني شبعت وبحسش بالجوع فتره طويله. وكمان بتحفز جسمك على الحرق، لانها بتنظم خروج الانسولين من البنكرياس بشكل جميل جدا يتوائم مع ما تاكله. طيب الحقيقه كمان ان البروبيوتيك اللي موجوده في الزبادي او موجوده في الالياف الكامله زي ما الحبوب الكامله زي ما قلنا بتقلل التهابات الجهاز التنفسي، وبتقلل اعراض السعال والحمى ونزلات البرد المختلفه. وده بيتجلى جدا في الاطفال، لو انت عودت اطفالك على الكلام ده بتنعم بصحتهم بدرجه عاليه. وكمان البروبيوتكس دي بتقلل حساسيه الجلد والاكزيما، الناس اللي عندها مشاكل في الجلد وعايزه بشرتها تبقى كويسه. كمان الحفاظ على صحه القلب، الاغذيه اللي بنتكلم عليها دي والزبادي ده رائع جدا، بيحافظ على صحه القلب. ودايما دايما بيقلل تواجد الكوليسترول السيء بدرجه كبيره جدا في الدم. وبيسيطر على الناس اللي عندها ضغط مرتفع، تواجد الاغذيه دي في اكلهم بيقلل ارتفاع الضغط. وعايز اقول لحضرتك ان لو انت لا قدر الله خايف من السرطان او في حد عندك من العيله بدأ الموضوع ده، وجود الاغذيه في الاكل بيبطئ نمو الخلايا السرطانيه. الحقيقه ان قلنا دي بالنسبه للاصحاء، فما بالك بقى اللي عندهم سكر. تاكد ان كل ما ذكر ده هو ده اللي بيحتاجه مريض السكر او مريض الضغط او امراض القلب بصوره اعلى. فلذلك وجود الزبادي في الاكل للمريض السكر، مفيش اسهال، مفيش الام جهاز هضمي، في حرق كويس، في امتصاص للعناصر الغذائيه بشكل كويس، في تنظيم للسكر بشكل كويس، في انزال وزن ملحوظ بشكل كويس. فكل ده بننعم بيه في مركب اللبن المتخمر اللي هو الزبادي او الجبن القريش، لانها برضو الجبن اللي بتتم عن طريق تخميرها، مش ان انا بضيف منفعه لا، هي عباره عن نتيجه تواجد بكتيريا معينه بتنتج حامض، فلما الحموضه تزيد يبدا اللبن يتخسر ويسبب ويعمل خسره. ممكن اخدها كزبادي او اخدها كجبنه. تناولنا للزبادي بيبقى مفترض يبقى مرتين في اليوم، ليلا ونهارا. اما لو بتشرب لبن يبقى كفايه قوي بالليل ويبقى النهار كوبايه لبن عادي جدا. نبعد عن السكر الطبيعي، واللبن فيه سكر طبيعي لكن ممكن نضيف عسل لو انا بحب الشيء سكره عالي. كل اللي احنا قلناه ده مثري ومفعم او مفعم للصحه للمرضى. تحياتي ليكم ودايما يا رب في صحه وسعاده. اوعى ننسى الزبادي لانه رائع جدا، بس الزبادي الهون البلدي الطبيعي مش المعقم. لان لما بدخل اللبن في عمليه تعقيم او ان احافظ على الزبادي 15 يوم من الفساد، الحقيقه ده كله بيكون على حساب محتواه من البروبيوتيك. يعني بتبقى وجود الماده النافعه او البكتيريا النافعه دي ما بتبقاش عاليه زي الزبادي البلدي اللي بيتلف بعد 72 ساعه. الزبادي البلدي وما ضيفش عليه اطعم طعم الفراوله والفاكهه والكلام ده، لا، الزبادي بطعم الزبادي بطعم الالبان، هو ده الصح وهو ده الصحي. تحياتي ليكم، سعيد متولي، خبير التغذيه العامه والصحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو فعلا الزبادي مضر لمرضى السكر، بيسبب الإسهال وبيسبب زيادة ارتفاع السكر في الدم. وده ممكن يخليني كمان أعاني من أعراض السكر المختلفة. ولا الكلام ده كله كلام ملوش أي أساس من الصحة ومش موجود على الواقع. الحقيقة احنا عندنا